عمرك سمعت عن ست كانت بتتعامل مع الموتى؟ استنى، القصة دي حقيقية ومش خيال. صلى على النبي واعمل لايك للفيديو وتعال احكي لك. في بلد اسمها بندر منوف كان في ست عجوزة اسمها ام جاب الله. الناس كلها بتقول عليها ساحرة الموتى. بيتها في حارة ضلمة، ريحته بخور محروق وعفونة، واول ما تدخل تحس ببرودة تخليك عايز تجري. واحدة راحت لها عشان جوزها يرجع. الساحرة قالت لها هيرجع بس هتصوتي منه. وبالفعل رجع، لكن مش طبيعي، وشه شاحب، جسمه بيترعش. وبعد ايام مات. راجل تاني راح لها عشان يضر زميله، عملت له عمل بعضمة كلب مدفون في مقبرة. زميله مات في حادث، لكن الراجل ده بقى الكلاب تطارده في أحلامه، وصحي يوم ولقى ايده متعورة بجد. بعدها مات هو كمان بنفس الطريقة الغريبة. الشرطة لما فتشوا بيتها لقوا طلاسم بدم، جماجم كلاب، وسرداب سري تحت الأوضة واصل للمقابر. تخيل، كانت بتدفن الأعمال فوق عظام الحيوانات عشان تربطها بأرواح الموتى. اتقبض عليها وفي السجن كل ليلة كانت بتصرخ الضريبة جت، وفي الآخر لقوها ميتة. السحر بيرجع على صاحبه، وأي شر نهايته شر. لو القصة دي شدتكم قولوا لي رأيكم في كومنت، واعملوا لايك وشير عشان الناس تعرف إن الشر عمره ما بيدوم.